أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. ولذلك من أعظم ما يرفع الداء من بدنك التوحيد، الدعاء، النداء، سواء كان خفيا أو في جوف الليل أو في سجدة أو بين الأذان والإقامة أو عند نزول المطر. يا رب، أكثر الأدواء التي ترحل من بدنك إذا توقف المخلوق وعجز وأعلن الأطباء لا قدرة لنا، وحار الأطباء في قراءة أشعتك وتحاليلك، إياك أن تيأس، فإن الذي شفى أيوب كانت أدواء أيوب أكثر من أدوائك، وبلاءه أعظم من بلائك. الذي شفاه هو الواحد الأحد، هو الحي القيوم، هو الذي من أسمائه الشافي. وإذا مرضت فهو يشفين، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاملين ايه يا بنات؟ وحشتوني جدا جدا. اهلا بيكم في فيديو جديد وروتين جديد، وان شاء الله بأمر الله الفيديو النهارده هيعجبكم جدا جدا، والروتين كمان هيعجبكم ويحمسكم ويحفزكم جدا جدا ان شاء الله. فيلا بينا كده. اول حاجة كده نشوف احنا هنعمل ايه مع بعض. بس طبعا انتوا عارفين اول حاجه كده لازم اعملها، اعمل فنجان قهوه كده عشان يفوقني بس كده، واقدر ان انا ايه اول ما اشوف كده انا ورايا ايه. قلت اعمل فنجان القهوه بتاعي الاول، فطرت الاول وبعد كده قلت اشرب القهوه بتاعتي، لاني طبعا انتوا عارفين ان غلط لو شربتي القهوه وانتي مش واكله اي حاجه، يعني غلط على معده فاضيه، غلط، لازم تاكلي اي حاجه ولو سندوتش صغير حتى. فانا اكلت سندوتش كده وبعد كده قلت ايه اشرب بقى فنجان القهوه بتاعي عشان افوق كده، لاني ورانا شغل كتير جدا جدا، ورانا حاجات كتير جدا عايزين نعملها مع بعض. وان شاء الله يا بنات الفتره الجايه دي في شويه فيديوهات بقى وتجديدات وتغييرات وحاجات حلوه جدا جدا على قدوم كده رمضان ان شاء الله. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم بلغنا رمضان واحنا في اتم صحه واحسن حال يا رب العالمين. ينعاد عليكم كلكم يا بنات يا رب بالصحه والهنا والفرح وكل حاجه حلوه، اللهم امين يا رب العالمين. قولوا بقى امين عشان ايه، يعني ليكم ملائكه كده هيرد عليكم يقول لكم ولكم بالمثل. فقولوا امين عشان ان شاء الله كده رمضان يجي علينا كلنا كده واحنا ايه بصحه وسلامه وعافيه بامر الله. فطبعا دخول رمضان بقى ودخول العيد يعني ايه، يعني تجديدات، تغييرات. وعلى فكرة التجديدات والتغييرات مش لازم بمبالغ وان انا اكلف نفسي حاجات كتيرة جدا عشان خاطر ان انا اجدد واغير، لا لا، بأبسط الامكانيات زي ما انا عودتكم معايا، وبحاجات يعني غير مكلفة تماما. ان شاء الله هنعمل مع بعض كل حاجة وتشوفوا معايا كل حاجة بالتفاصيل وهعمل ايه معاكم. نعمل حاجات جميلة جميلة بأمر الله، هتغير الشقة 360 درجة بأمر الله. وبصوا يعني هتبسطكم جدا جدا ان شاء الله. حاجات كده لو انت حابة انك تجددي او تغيري من غير ما تكلفي نفسك، ان شاء الله نعمل مع بعض حاجات تاخدوا افكار حلوه قوي قوي تقدري ان انت تجددي وتغيري وتغيري من نفسيتك كمان بحاجات بسيطه جدا جدا وغير مكلفه تماما. واول حاجه طبعا انا دلوقتي حبيبه قلبي يوميات ام مسلم حبيبه قلبي بعتت لي تعليق وقالت لي انها زعلانه مني عشان خاطر كانت كتبت لي يعني كومنت قبل كده وعايزه يعني كانت بتسالني عن حاجه يعني وانا ايه ما ردتش عليها. طبعا بقول لك حقك عليا ما تزعليش، او بصي في الفيديو هو على علن باقول لِك حقِّك عليَّ ما تزعليش، والله ممكن أكون نسيت أو حاجة، بس أنا والله ده مش طبعي ومش بانسى أبدًا، يعني أي متابعة ليّا بتسألني عن أي مشكلة أنا يعني تاني فيديو باتكلم فيه على طول، فممكن يكون سهو عليَّ والله مش أكتر أو إن أنا نسيت بس، فحقِّك عليَّ طبعًا. وأنا دلوقتي هاقول التعليق بتاعِك وهنتكلم مع بعض دلوقتي وندردش مع بعض برضه. وطبعًا لو أي واحدة يعني من حبايبنا كده واخواتنا واصحابنا ليها أي وجهة نظر تقدر إنها برضه إيه، يعني تقول وجهة نظرها برضه بحيث حبيبة قلبي يعني إيه، يعني تاخد مننا أفكار كده، تمام؟ يالّا مع بعض نقول إيه التعليق. حبيبتي بتقول لي إن مشكلتها إن هي إيه، أم ل5 أطفال، ربنا يا رب يحميهم ويحفظهم ويبارك لِك فيهم يا حبيبة قلبي، اللهم آمين يا رب العالمين ويجعلهم لِك ذرية صالحة.
أكبرهم 8 سنين، وهي مش عارفة توفّق بينهم وبين البيت، وكمان جوزها طبعًا عايز كل طلباته، ما لوش علاقة بقى بأي حاجة أو بتحصل، أو إن هي مثلًا تعبانة أو ما عندهاش طاقة ولا وقت ولا الكلام ده. فهي عايزة إيه، يعني حل أو نقول لها هي إيه تعمل إيه. تمام. أول حاجة طبعًا ربنا يحفظ لِك ولادِك ويبارك لِك فيهم يا رب وتشوفيهم أحسن الناس، أنتِ وإحنا وجميع السامعين اللهم آمين. فكلكم بقى اكتبوا كده في التعليقات اللهم آمين. بُصّي يا حبيبة قلبي، هي آآ المشكلة دي على فكرة بتواجه ناس كتير وأنا قبلكم قسمًا بالله. إن الأطفال عايزين بصراحة صحة، وعايزين دماغ رايقة، وعايزين بقى هدوء أعصاب وبرود من الآخر فتبقي باردة كده في التعامل معاهم، لإن العصبية والكلام ده ما بينفعش خالص، خالص. يعني اسألوا مجرّب وما تسألوش طبيب على رأي على رأي المثل، اسألوني أنا. دايمًا عصبية وكده وباتنرفز، بس ما بتجيبش نتيجة خالص، خالص. الأطفال مش عايزين كده، بالعكس لمّا بتتعصبي أو كده بيعاندوا معاكِ زيادة. فحاولي إن أنتِ نظّمي وقتِك. تنظيم وقتِك وتنظيم يومِك دي أهم حاجة، أهم حاجة في يومِك كلّه أصلًا. عشان يومِك يعدّي صح ويمشي صح لازم إن أنتِ تنظّمي يومِك صح. لو أنتِ مثلًا بتصحي متأخّر، فحاولي على قد ما تقدري إنِّك تصحي بدري شوية، لإن لو صحيتِ بدري في مثل بيقول لِك شُغلة البدرية منسية. فلو صحيتِ بدري هتخلّصي شغل بيتِك بدري، هيبقى في وقت ليكِ بقى، يعني في وقت تاني بقى فاضي تقدري إن أنتِ مثلًا تقعدي مع ولادِك، تشوفي طلباتهم، تقدري إن أنتِ مثلًا بقى تعملي الأكل بأريحية وبهدوء، هتبقى الدنيا متيسّرة معاكِ. تقدري إن أنتِ برضه تشوفي طلبات نَفْسِك، طلبات زوجِك، هتبقى أنتِ بتشوفي الحاجة بالراحة، عكس ما تبقي أنتِ صاحية متأخّر، فأنتِ بتجري ورا نَفْسِك حرفيًا طول اليوم وما أنتيش عارفة تنجزي، وده بيخلّيكِ أنتِ عصبية جدًا، جدًا. فإن إحنا دايمًا حاسين بالضغط علينا من كل حاجة، ده بيخلّينا دايمًا عصبيين. فحاولي على قد ما تقدري هوّني على نَفْسِك شوية. يعني مثلًا إيه، نظّمي يومِك ورتّبي يومِك. ما تجيش في يوم واحد تمسكي الشقة بتاعتِك تعملي لها كلّها تنضيف عامِك مرّة واحدة وتضغطي روحِك وتتعبي نَفْسِك، وتيجي بعد كده بقى تقعدي تبقي مش قادرة. طفل ييجي يكلمِك ما أنتيش قادرة تردّي عليه أصلًا، تتخلّقي عليه لإنِّك تعبتِ جدًا وبذلتِ مجهود. ييجي جوزِك مثلًا يقول لِك أنا عايز الحاجة الفلانية، تقولي له أنا مش قادرة أقوم أعمل، أصل أنا تعبت النهارده مش عارف إيه. فأنتِ كمان طول ما أنتِ حاسة إن أنتِ مضغوطة ومش بتاخدي فرصة لنفسِك أو تاخدي ساعة حتى في اليوم لروحِك أنتِ تشوفي فيها نفسِك، هتحسي إن أنتِ دايمًا عاملة زي الطور اللي مربوط في ساقية ما بتونيش، مش لاقية راحة. فعلى فكرة يا بنات إن أنتِ تاخدي لنفسِك راحة وتاخدي لنفسِك وقت كمان كده تشوفي فيه روحِك بقى، لو أنتِ حابة إن أنتِ مثلًا تعملي شوية ماسكات، تاخدي shower كده وتحطي مثلًا شوية perfume كده والّا حاجة. الحاجات دي بترفع من هرمون السعادة عندنا وبتخلّينا نحس بالراحة وبالسعادة، إن إحنا عملنا كل حاجة في الشقة وفي نفس الوقت في زحمة اليوم لأ إحنا ما نسيناش نفسنا برضه، ولنفسنا حق علينا وأخدنا الحق ده. فدايمًا حاولي إن أنتِ نظّمي. يعني مثلًا النهارده مثلًا قسّمي لنفسِك، اعملي جدول كده. أنا مثلًا كل يوم هاخد فيه غرفة أعمل لها تنضيف عميق مثلًا مع روتيني اليومي العادي البسيط جدًا، جدًا. وهابدأ يومي مثلًا لو أنا مثلًا باصحى الضهر، لأ أنا هاصحى بدري. كل يوم حاولي اصحي بدري ساعة عن ميعاد الصحيان بتاعِك. فمثلًا لو أنتِ بتصحي الضهر، لأ حاولي تصحي الساعة 10:00. خلّي مثلًا أنتِ بتصحي مثلًا قبل ولادِك، يعني خلّي نفسِك أنتِ اصحي قبل ولادِك، مش هُم اللي يصحوا قبلِك. حاولي اصحي قبلهم بساعة. الساعة دي فِرّي فيها كده في الشقة. شوفي شوية مواعين عايزة تغسليهم، شوية غسيل عايزة تنشريهم، شوية غسيل عايزة تلمّيهم وتطبّقيهم، مش عارفة هتعدلي غرفة النوم بتاعتِك وتضبّطيها، مش عارفة عندِك إيه عايزة يتضبّط كده ويتروّق فأنتِ تروّقيه. الساعة دي تبقى إيه، تعملي فيها الحاجات اللي إيه، اللي أنتِ هيبقى صعب تعمليها وهُم مثلًا صاحيين. يعني شوفي الحاجة اللي أنتِ صعب تعمليها وهُم صاحيين، اعمليها في الساعة اللي هُم نايمين فيها. تمام كده، خلّصتِ، بعد كده قومي بقى اعملي فطار خفيف. فطار خفيف كده اعمليه لنفسِك مثلًا، أو لو أنتِ حابة إنِّك تفطري الأول، افطري هيبقى أحسن برضه. افطري مثلًا الأول، اعملي حاجة اشربيها، وطبعًا ما تنسيش إن أنتِ تبدئي يومِك أصلًا بالصلاة، دي أهم حاجة. أهم حاجة نمرة 1 الصلاة، ابدئي بالصلاة، الأذكار بتاعتِك. بعد كده بقى افطري فطار خفيف، اشربي حاجة مثلًا أنتِ بتحبيها دافية كده تدفّي جسمِك، قومي بقى اشتغلي. شوفي أنتِ وراكِ إيه كده إيه اعمليه. فطبعًا طول ما أنتِ إيدِك في الشقة أصلًا هتلاقي الشقة عندِك رايقة ونضيفة دايمًا. فكده أنتِ ساعة مثلًا أخدتيها الصبح كده إيه، مع نفسِك كده شُفتِ الحاجة الصعبة اللي أنتِ عايزة تعمليها فعملتيها. تمام، تمام. مثلًا ولادِك صحيوا من النوم، حضّرتِ لهم فطار وفطروا. تمام، خشي بقى الغرفة بتاعتهم.
ابدأي إن أنتِ نضّفيها وضبّطيها وشوفي لو في حاجة عايزة تتعمل إيه اعمليها، خلاص، كده يبقى أنتِ عملتِ جزء كبير جدًا على الضهر مثلًا يكون أنتِ خلّصتِ جزء كبير جدًا من عمايل الحاجات في البيت اللي أنتِ عايزة تعمليها، تمام، تمام. لو أنتِ عندِك غدا بقى عايزة تحضّري له مثلًا بتحضّري له من بدري أو هياخد منِّك وقت، ابدئي إن أنتِ جهّزي فيه، جهّزي في الغدا مثلًا من الضهر، لو أنتم مثلًا من الناس اللي بتاكل العصر أو مثلًا بتاكلي متأخّر، فبرضه حاجة هتاخد منِّك وقت جهّزيها من بدري شوية. تمام، تمام، جهّزتِ الغدا بتاعِك ومثلًا حضّرتِ حاجتِك وكده، خلاص تمام، ولادِك مثلًا عيّل عنده مذاكرة كده، فأنتِ بتقولي يعني ربنا يحفظهم الكبير عنده 8 سنين، فأكيد هو في تالتة ابتدائي. صح؟ يعني في تالتة ابتدائي أو مثلًا في تانية، يعني على حسب. فلو في تالتة ابتدائي طبعًا إحنا في أيام امتحانات مثلًا، فممكن تاخدي بقى إيه، كل يوم كده خدي ساعة كده والّا ساعة ونُص كده اقعدي مع ابنِك مثلًا، ذاكري له حاجة، شوفي وراه حاجة، وراه درس، وراه مش عارفة إيه، بتحضّريه وتودّيه مثلًا الدرس بتاعه، وبعد كده أنتِ بقى مثلًا بتلاقي أكيد وقت ليكِ مثلًا، هتلاقي في وقت فاضي كده في وسط اليوم، ده مثلًا خديه ليكِ أنتِ مثلًا، يعني خدي ساعة لنفسِك، والله حابة إن أنتِ تعملي فيها حاجة تشربيها مثلًا، تقعدي على الموبايل بتاعِك شوية تمام، حابة إن أنتِ مثلًا تعملي شوية ماسكات ليكِ، تعملي مثلًا تاخدي shower، تعملي أي حاجة أنتِ يعني لنفسِك أنتِ، اعملي الحاجة دي، هتلاقي نفسِك إن أنتِ حسيتِ بسعادة، وبقيتِ إن أنتِ مرتاحة نفسيًا، وزي ما قُلت لِك ما تضغطيش على نفسِك أبدًا، قسّمي على نفسِك مهام يومِك، وقسّمي على نفسِك شغل البيت وشغل شغل بيتِك على اليوم كلّه، ما تجيش تضغطي نفسِك مرّة واحدة، أو ما تجيش مثلًا تيجي تحطّي كل حاجة على دماغِك مرّة واحدة، فده طبعًا غلط. طبعًا الزوج ما لوش دعوة بالكلام ده كلّه، هو عايز ييجي يلاقي مراته مجهّزة له أكله، مجهّزة له حاجته، لبسه، مش عارفة إيه، أي طلباته كلّها مُجابة، لو محتاج أي حاجة إنِّك تقومي تعمليها، فلازم إنِّك تقومي تعمليها، ما لوش دعوة بقى إنِّك مضغوطة طول اليوم، لأ أنتِ تعبانة في شغل البيت، لأ مش عارفة إيه، ما لوش دعوة بالحوارات دي كلّها، فطبعًا بيبقى عايز طلباته كلّها مُجابة. ولكن طبعًا في أزواج كتير جدًا يعني بيقدّروا نقطة زي دي مثلًا، ما بيضغطوش على زوجاتهم، بيقدّروا إن هي مثلًا تعبانة طول اليوم أو كده، ف فممكن هو بيخفِّف عنها شوية. ولكن بيبقى ده قِلّة طبعًا، مش كل الأزواج كده، معظمهم اللي هم أنا في شغلي تعبان، عايز آجي أريّح دماغي، مش عايز وَش، مش عارف إيه كده، خلاص. رغم إن هو بيبقى ليه دور كبير جدًا على فكرة برضه في البيت للأولاد، والمفروض إن هو يقعد معاهم برضه ويشوف طلباتهم برضه، ممكن لو عايز يذاكر، لو طفل مثلًا محتاج حاجة وقدر إن هو يقعد معاه يذاكر معاه شوية مثلًا، طبعًا ده مش باقول إن هو كل يوم، ممكن حتى لو يوم جمعة اللي هي يوم أجازته مثلًا، أو يعني يوم أجازته عمومًا سواء جمعة أو سواء غير جمعة، ممكن يقعد كده برضه مع الطفل كده شوية برضه، يشوف لو هو محتاج حاجة بيعملها له، يساعده في أي حاجة. ف طبعًا دي مش حاجة وحشة، بالعكس الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام كان بيساعد زوجته أساسًا في شغل البيت، فده مش عيب أبدًا، إن هو مثلًا في رجالة بتتكبّر في النقطة دي وبتقول لِك لأ أنا ما اعملش، أنا ما اسويش، أنا راجل، أنا مش عارفة إيه، لأ طبعًا إحنا بناخد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام، إحنا بناخده قدوة لينا، كان بيساعد زوجته في شغل البيت وكان بيهوّن عليهم كتير، فيعني أنت مش هتيجي أعظم منه يعني طبعًا. ف دي نقطة عايزة أتكلم فيها، بحيث لو في يعني آمم، رجالة يعني بتبقى شايفة نفسها في النقطة دي شوية، فلأ طبعًا يعني وطبعًا أحسنكم تواضعًا، واللي هو يعني أحسن الرجال اللي هو بيبقى في خدمة بيته طبعًا، ده بيبقى يعني إنسان كويس جدًا، جدًا طبعًا، ومكانته طبعًا بتبقى عالية جدًا. أنا اتكلمت معاكِ في النقطة دي، وطبعًا زي ما قُلت لِك حاولي قد ما تقدري نظّمي يومِك صح، ده هيفرق معاكِ جدًا، جدًا، جدًا في يومِك أصلًا، يعني ما تجيش في يوم واحد زي ما قُلت لِك تضغطي روحِك، أنتِ كل يوم نظّمي نفسِك وتعالي من بالليل مثلًا أنتِ بتجهّزي يعني بورقة وقلم كده اكتبي أنا بكرة هاعمل 1، 2، 3، 4 وابقي مجهّزة وكاتبة أنتِ هتعملي غدا إيه من قبلها بيوم من بالليل، تبقي محضّرة كده وكاتبة أنا هاعمل غدا كذا. عشان يبقى أنتِ عاملة حسابِك، بحيث إن أنتِ مثلًا لو هتطلّعي حاجة من الفريزر تلحق إنها تفُك أو كده، فتطلّعيها كمان من بالليل تلحق إنها تفُك معاكِ الصبح، مش لسه بقى الصبح بقى تيجي تفضلي بقى تحطّيها تبقى عايزة تفكّكيها بسرعة ومش عايزة تفُك وعايزة تلحقي تعملي الأكل، فأنتِ مش لاحقة، فأنتِ مش عارفة إيه، وتلاقي ابنِك مش عارفة ده عايز ياكل، لأ ده عايز تذاكري له، لأ ده عايز مش عارفة يغيّر هدومه، لأ ده تحسّي إن في ضغط حواليكِ من كل يمة، ده بيخلّينا إن إحنا نبقى عصبيين جدًا، جدًا، وطاقتنا بتبقى مستنفذة، نبقى مش قادرين إن إحنا إيه، نكمّل أو مش قادرين إن إحنا خلاص نحس إن إحنا لأ في حاجة غلط، في حاجة مش مضبوطة. لو ضبطتِ حاجتِك كلّها وزي ما قُلت لِك بالورقة والقلم، وتعالي كده مثلًا آآ يعني
خلصي حاجه حاجه وعلمي. يعني مثلا عملتي مثلا النهارده مثلا ده اوضه الاطفال تنظيف عميق مثلا، انا خلصتها، تعالي اعملي عليها علامه صح. انا هعمل مش عارفه هغسل النهارده، فاعملي علامه صح. انا هعمل غدا كذا، اعملي علامه صح. عارفه لما تيجي بقى تبصي تلاقي ان انت الحاجه اللي انت كاتباها ومنظمه يومك عليها عامله على كله صح كده، انت بتحسي براحه نفسيه، تحسي ان انت انجزتي، تحسي ان انت انا انجزت النهارده، أنا عملت حاجات كتير، انا مش عارفه ايه، فتتشجعي اكتر، فده بيديكي حافز، فاهميني؟ وبيديكي كده ايه، يعني تشجيع ان انت ايه تكملي. فصدقيني والله العظيم انا كنت باخد الشقه عندي كلها في يوم واحد، كنت بتعب جدا جدا، كنت ممكن اقعد يومين 3 بعد كده انا تعبانه اصلا مش قادره اعمل حاجه، فيبقى ولا كانك عملتي حاجه. انما لو قسمتي بقى على نفسك اليوم والتنظيفات كده على مدار اليوم زي ما انا بعمل مثلا دلوقتي، انا دلوقتي بس مثلا باخد ايه، باخد حاجه حاجه، غرفه غرفه، ما بقيتش اضغط على نفسي، بحيث ان انا ما اضغطش على روحي قوي واحس ان انا تعبت و... ويومي يعني مضغوط وأنا مضغوطة كل شوية. فدايمًا الواحدة طول ما هي حاسة إنها في ضغط دايمًا كده على طول، دايمًا هتكون عصبية، دايمًا هتكون مش متحملة كلام من حد، هتكون مش طايقة ولادها ولا طايقة جوزها ولا طايقة نفسها أصلًا. طول ما أنتِ حاسة إن أنتِ عاملة زي الطور اللي مربوط في ساقية كده وما فيش وقت ليكِ إنِك حتى تهتمي بنفسِك ولو ساعة واحدة في اليوم، ده نفسه كفيل إن هو بيدمرِك من جوه أصلًا، بيخليكِ دايمًا حاسة إن أنتِ مستنفذة. أنا ما فيش حاجة باعملها لنفسي، أنا حاسة إن أنا نفسي فين، أنا فين من كل ده، أنا الدايرة دي أنا فين منها. فزي ما قُلت لِك كده، واعملي زي ما أنا قُلت لِك إن شاء الله بأمر الله، وإن شاء الله بأمر الله هتحسّي بالفرق وتحسّي إن أنتِ إيه، أحسن. وطبعًا أي واحدة من حبيبتنا لحد دلوقتي معايا وموجودة، تثبت وجودها دلوقتي وتكتب لي في التعليقات إنها موجودة لحد الدقيقة ال16 خلاص، وتكتبي لها كده في التعليقات مثلًا لو أنتِ ليكِ وجهة نظر برضه، اكتبي لها برضه كده في التعليقات وإن شاء الله إيه، نستفاد كلنا من بعض. ربنا يا رب يجعلنا دايمًا كده لبعض للإفادة، اللهم آمين يا رب العالمين. بُصّوا هنا بقى فرشت السراير كده بالدفايات القمر الجميلة الخطيرة دي، شكلها حلو أوي، أوي، وطلّعت لها كمان الملاية دي، حاسة إنها ماشية معاها جدًا، جدًا. أنتم برضه قولوا لي إيه رأيكم؟ أنا زي ما أنتم شايفين كده مش باكُب مَيّة كتير يا بنات، أنا يا دوبك معايا كوباية كده حاطة فيها شوية مَيّة وحاطة فيها شوية منعم الأقمشة بتاع فريدة، وبابدأ كده إن أنا إيه، أحط كده، ودي مَيّة سخنة على فكرة، بابدأ إن أنا أحط كده وأبدأ أمشّي بالموب كده عليها، بحيث إن أنا يعني بامسح وبانضّف وبالمّع، وفي نفس الوقت أنا مش باكُب مَيّة كتير عشان الجو برد جدًا، جدًا. وطبعًا أنتم عارفين السيراميك دلوقتي مش بينشف بسرعة، بياخد وقت طويل جدًا، جدًا على ما بينشف، تمام؟ فأنا كده عملت خلاص ومسحت والشقة عندي بقت زي الفل اللهم بارك. فرشت بقى كده وهابدأ إن أنا إيه، بُصّوا كل حاجة عملتها ولمّعت التلاجة بتاعتي وسِبت الشباك هنا مفتوح شوية. بُصّوا يا بنات الجو هنا كان فظيع، الشباك ده يا بنات على المسقط، فكان بيجيب لي شوية هوا، واليوم ده بصراحة كمان كان الجو برد فيه أوي، أوي، كان الجو هوا جامد جدًا. الفيديو ده أنا مصوراه إمتى؟ مصوراه امبارح، فكان في هوا امبارح فظيع، فظيع بجد. فقفلته كده وسِبته كده مفتوح برضه شوية، قُلت نُص ساعة كده وبعد كده هابدأ إن أنا إيه، أو ساعة يعني، وبعد كده هابدأ إن أنا إيه، أقفل بقى الشباك خالص وأقفل الستارة، لإني بصراحة بقى لي فترة ما فتحتش الشباك. هنا بقى بعد ما خلّصت قُلت كده أعطّر برضه، المُعطّر ده عبارة عن إيه، عبارة برضه عن شوية مَيّة وفيهم شوية من منعم الأقمشة بتاع فريدة، جميل جدًا وريحته حلوة أوي، أوي. بابدأ إن أنا أرُجّه كده كويس وأبدأ إن أنا إيه، أعطّر بيه الشقة مهما كان. ما أنا خلّصت كده ما شاء الله بيدّي ريحة حلوة جدًا، 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 تمام. وهاحط برضه كده، باحب إن أنا أحط على الورد كده وأحط على المفروشات، لإن بصراحة باحس إن الريحة بتثبت كده في المفروشات أكتر، وفي الورد وكده بيبقى الريحة حلوة جدًا، جدًا. خلّصت بقى كده وبعد كده ندخل بقى نشوف إيه إحنا هنعمل إيه. بُصّوا قبلها يا بنات بيومين أنا كان عندي كرنباية كده وكنت عاملة إيه، حلة محشي وكنت عاملة فراخ، تمام. ففاض عندي شوية خلطة وفاض عندي كمان شوية ورق كده، فكنت عايناهم في التلاجة. فجينا امبارح ولادي بقى قالوا إيه، لأ إحنا مش عايزين ناكل بقى محشي، ولا يعني يوم الجمعة قالوا لأ إحنا مش عايزين ناكل محشي. فعِنت الخلطة قُلت خلاص مش مشكلة أعملها يوم السبت، عِنت بقى الخلطة في التلاجة، كده، كده الجو برد والحاجة مش بيحصل لها حاجة. بُصّوا بقى اللمعة بقى بتاعة الدولاب بقى، بُصّوا ما شاء الله اللهم بارك، يعني الشقة بقت زي الفل. المهم بقى إيه، فرُحت مطلّعة بقى الحاجة وقُلت أعمل بقى حلة محشي صغنونة كده إيه، ونتعشى بيها. الجو التلج اللي إحنا فيه ده
بصوا عايز الاكل اللي بيدفي بقى، الاكل الجميل ده. تعملي بقى فيه محشي، تعملي فيه عدس، تعملي فيه كشري، تعملي فيه طواجن كده، الحاجات السخنه الجميله دي بتبقى حلوه جدا. والله يا بنات هقول لكم، انا كنت قاعده باكل، وقاعده انا وزوجي كده بناكل، الاخر بقول له ايه ده، انا حاسه يعني واحنا بناكل انا طفيت على المحشي يا بنات من هنا ونزلته من هنا في ثانيه. يعني انا طفيت ورحت شايله على طول. انا من الناس اللي بحب اكل المحشي سخن جدا، يعني انزله من على النار كده ابدا ان انا اكله. فغرفنا كده وقعدنا ناكل، اخر قلت له ايه ده، انا حاسه ان المحشي سقع كده ليه؟ قال لي ما الجو تلج يعني بيسقع. قلت له خلاص بقى خليك انت اللي في الطبق الساقع ده. رحت انا فاتحه الحله، قلت له اكل انا بقى ايه من الحله. قال لي ايه ده؟ قلت له يعني انا ما بعرفش اكل انا المحشي غير وهو كده مولع، يعني يسقع شويه كده لا ما بعرفش. والله يا بنات انا وبابايا برضه، بابايا ربنا يا رب يديله الصحه كده وطول العمر هو ووالدتي، احنا متعودين كده في البيت عندنا ان مامتي كانت تنزل الحله من على البوتاجاز تغرف على طول ونقعد ناكل، فاحنا بنحب ناكله كده. حتى بابايا برضو نفس النظام، يعني يقعد ياكل واول ما يلاقي الطبق اللي قدامنا برد يقوم قايل لها هاتي الحله، ويقوم كاشف الحله وياكل منها سخن. ففعلا الجو عايز الحاجات دي، يعني المحاشي والحاجات دي حلوة جدًا، جدًا ومستحبة جدًا اليومين دول. فالجو برد بقى ودفّوا نفسكم كده بأي حاجة، تشجّعي كده وقومي اعملي لِك حلة محشي كده ودفّي البيت كده ودفّي ولادِك. أنا بصراحة يا بنات والله عملت حلة المحشي بس. كان عندي شوربة كتير وكنت عايزة أعمل بصراحة شوية لسان عصفور، بس جوزي قال لي: "لأ مش مشكلة، خلّينا هو المحشي حلو مش عايز حاجة تانية جنبه." والله ولا كان في فراخ ولا كان في أي حاجة، لإني قبلها يعني بيوم كنت أنا عاملة فراخ وكده، يعني إحنا كلناها وخلصت. فقُلت مش قال لي: "مش مشكلة اعمليها كده هو كده حلو، إحنا أهم حاجة بس أي حاجة سخنة كده تدفّي معدتنا وخلاص." فعملته والله يا بنات كان زي العسل، وكان مسكّر الكرنب اليومين دول يا بنات سُكّر، سُكّر، سُكّر. اللي عايزة بقى تفرّز بقى رمضان ده وقت تفريز الكرنب، فرّزوا بقى كرنب حلو ومسكّر وجميل، فاعملوه بقى كده وفرّزوه كده ينفعكم كده بقى لرمضان إن شاء الله، بدل ما لسه هتجيبي ورق بقى وتسلقي وتعملي وتخدّعي، وتبقي شاطرة كمان لو أنتِ عملتِ تخديعة المحشي وعينتيها في الفريزر، يعني اعملي التخديعة بتاعة المحشي كمان حطيها في أكياس وارميها في الفريزر، والكرنب فرّزيه وعينيه في الفريزر، ولو عندِك شوية خضرة برضه اعمليها وارميها في الفريزر، هيبقى كل حاجة عندِك جاهزة. يوم ما تيجي بقى حابة إنِّك تعملي محشي في رمضان، هتقومي مطلّعة كيس الكرنب بتاعِك يفُك، كيس الصلصة بتاعتِك تفُك، وتقومي مثلًا عندِك فراخِك جاهزة، حاجتِك جاهزة، والخضرة معاكِ كمان جاهزة في الفريزر، فأنتِ بتطلّعي كده بس ما تطلّعيش الخضرة من الأول، طلّعي الخضرة في الآخر خالص لمّا تكوني خلّصتِ الرز، وتحطيها وهي مجمّدة على الرز وتقلّبي عشان ما تسودش معاكِ وتبقى وتبقى مش حلوة يعني. كده يبقى كل حاجة عندِك جاهزة، يا دوبك الصلصة تحطيها على النار تفُك وتقومي حاطة عليها الرز ومقلّباها، وبعد كده تحطي عليها بقى الخضرة اللي عندِك وخلاص، وتكون طبعًا أنتِ طلّعتِ بقى الكرنب فَك معاكِ، هتلفّي الحلة في ثانية، في ثواني تكوني أنتِ لفّيتيها، مش هياخد منِّك وقت خالص، خالص، ولا هتاخد منِّك وقت ولا مجهود ولا أي حاجة، وتبقي عملتِ محشي وكل حاجة، وتعملي بقى جنب شوية محشي مثلًا شوية لسان عصفور، شوية ملوخية، شوية سمبوسة، أي حاجة كده من الحاجات الحلوة اللي إحنا بنحبها في رمضان دي. وبصراحة يعني كل حاجة هتنجز معاكِ. هنا بقى فاض معايا شوية رز كده، وبصراحة شوية الرز دول إحنا بنتخانق عليهم أنا وزوجي دايمًا. بنتخانق عليهم كده أمّا بنيجي ناكلهم، بيبقى أحلى من المحشي نفسه. والله جوزي بيقعد يقول لي الرز ده أجمل من المحشي نفسه، والله بجد. فما شاء الله كانت أكلة حلوة ودفّتنا كده وكانت جميلة، وخلاص كده خلّصنا بقى اليوم بتاعي. بس أنا بقى خلّصت معاكم كده بصراحة، يعني ما غرفتش معاكم الأكل لإني مش مستاهل، يعني مش عاملة حاجات كتير إن أنا أغرفها معاكم وكده، وبصراحة كنا جعانين بقى فرُحت غارفة كده مرّة واحدة، وقعدت كلت أنا قعدنا كلنا يعني، والحمد لله فضل ونعمة طبعًا، اللهم أديمها نعمة واحفظها من الزوال يا رب العالمين. وتعالوا بقى كلوا معانا محشي أرداحي كده، بس كان جميل والله يا بنات بجد. ولو إحنا بقى هنستنى إن إحنا لازم نعمل فراخ أو نعمل حاجة جنب الأكل فمش هنعمل يعني. المهم ده كان اليوم بتاعي وده كان الروتين بتاعي، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه ولو بحاجة بسيطة جدًا. وده كده ورق خاص كان على الوش كده عملته برضه، باحب ورق الخاص جدًا وباعشقه. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو النهارده يا بنات واتشجعتوا. لو اتشجعتِ من الفيديو طبعًا ما تنسوش تحطي لايكات كتير جدًا، جدًا، واعملي شير للقناة وشير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. واستنوني الفيديو جاي حلو جدًا، 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 نعمل مع بعض تجديدات وتغييرات حلوة أوي، أوي إن شاء الله بأمر الله تعجبكم. ف ما تنسونيش بقى يا بنات بلايكاتكم الحلوة وتعليقاتكم القمر الجميلة. أشوفكم بقى على خير في فيديوهات تانية كتير جدًا، جدًا، وأقول لكم يالّا مع ألف سلامة. بل أحياء